إله واحد. أحبائي في كل مكان من ولاد كنيسة المسيحيين، أنا بس كان عايز في رسالة عايز أقولها لكم. هي رسالة اعتبروها يومية، اعتبروها منهج يومي، اعتبروها منهج حياة. هو إن إحنا كل يوم الصبح لازم نرتب ميعاد نتقابل فيه مع المسيح. القدوة لينا في كده في إنجيل مرقس الإصحاح الأولاني وعدد 35: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. طبعا رب المجد مش محتاج إنه يصلي، لكن بيعلمنا إزاي نصلي وإمتى نصلي وإيه الوقت الصلاة المقبول عنه. كونه يقوم باكرا جدا ده يعلمنا إن التركيز في الصلاة أمر مهم جدا، وإن إحنا بنصحى بدري علشانه ده أمر في غاية الأهمية. وبعدين الآية دي كمان بتدي إيحاء بإن لازم يكون موضع خلاء، يعني يبقى فيه خلوة مع ربنا، وقت تقضيه مع ربنا، ما هياش مجرد حد بيأدي غرض. فالأمر ده أمر مهم جدا، ولذلك الكنيسة رتبت لنا في السبع صلوات القلبية صلاة باكر دي. يعني لو نتأمل في بعض معاني منها في الدقائق أو الثواني اللي قدامنا هنفهم بعض الحاجات اللي لازم نحسها طول اليوم. وعشان كده مهم أول واحد يقوم الصبح بدري ويصلي ويطلب من صلاة باكر اللي عاشوها القديسين، منهم قداسة البابا كيرلس اللي كان بيصليها كل يوم مع باقي الصلوات القلبية. فيها في المقدمة في الأول بنقول لربنا: يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، شفاعة القديسة مريم وجميع القديسين، احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. وبعدين بنطلب منه أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة. وكأننا بنقول لربنا: يا رب، اليوم اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة ده اللي هيبتدي دلوقتي، اللي هو بداية اليوم باكرا جدا، بنقول له احنا ما نعرفش فيه حاجة، لكن احنا طالبين حفظك، طالبين حراستك، طالبين انك تبدأ معانا بدءا حسنا وتحفظنا بغير خطيئة. كمان في هذا الإنجيل في رسالة بولس الرسول، أو في صلاة باكر دي رسالة جميلة جدا ومعزية، رسالة بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 4 بيقول فيها: أسألكم أنا نسيت في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة. وكأن دي رسالة يومية كل واحد فينا، إن احنا نبدأ اليوم نطلب من ربنا: يا رب اديني تواضع قلب، يا رب اديني وداعة، يا رب اديني طول أناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح ورباط الصلح الكامل كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا. فكأن الصلاة دي أمر مهم جدا في حياتنا، في غاية الأهمية إنك أنت تتعب شوية وتقوم بدري علشان تصلي. هتقول لي ممكن أصلي في العربية؟ طبعا ممكن تصلي في العربية، ممكن أصلي في المواصلات، ممكن تعمل كده، ممكن تصلي في الطريق، ممكن تعمل كده. لكن الأهم إنك أنت تخصص وقت لربنا. أنت ربنا الصلاة باكر دي 15-20 دقيقة، مش كتير يعني على ربنا. يعني هو هيبارك لك طول اليوم لو أنت اديته ال 20 دقيقة. ولو مش عارف تظبط نفسك، حضر نفسك من قبلها بليلة، حاول تنام بدري شوية، أو تظبط الألارم بتاعك إنه يصحيك عشان ترتب مواعيدك، إن في تلت ساعة ربنا بعد ما تغسل وشك، وبعدين تبتدي اليوم بقى التفاعل اليومي اللي موجود في كل حياتنا. لكن مهم جدا إن احنا نبدأ الصلاة مع الله. ده منهج يومي، منهج حياة بتفضل عايش كده طول عمرك، طول حياتك وانت بتقضي هذا اليوم. حب ان انتوا تعيشوا في المنهج ده على طول، لان ده بيدينا استنارة لليوم كله، بيدينا حصن لليوم كله، بيدينا حصانة لليوم كله. احنا ما بنبقاش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في هذا اليوم، لكن احنا مدركين تماما ان لو ابتدينا اليوم بربنا لازم ربنا يبارك فينا. وهكذا قيس عليه بقى، كل ما تبتدي حاجة بدري خالص لربنا، حضرت قداس بدري بتاخد بركة كبيرة، صليت بدري بتعمل حاجة كبيرة، قدمت بكور في حياتك بتبقى بركة كبيرة. كل باكر دي، كل بكور، كل بدايات أمر مهم تقدمه لربنا، وبالأخص الصلاة